السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. عارفه راسي تعطلت عليكم بزاف وشحال هادي ما بارطاجيت معكم حتى شي فيديو. من اليوم غنبارطاجي معكم واحد لا فيديو اللي غادي يعجبكم بزاف. والناس اللي عندهم الباك هاد العام ومازال ما بداوش الفيزيك ولا عندهم ان بروبليم كيفاش يراجعوا الفيزيك، هاد لا فيديو غتهمكم بزاف. انا جو سوي سيغ لا تفرجتوا في هاد لا فيديو مابقاش يبقى عندكم حتى شي مشكل في الفيزيك، في الماده ديال الفيزيك. لذلك تبعوا هاد لا فيديو الا بغيتوا تعرفوا شنو هما الحوايج اللي ما خاصكمش ديروا، شنو هما الاخطاء اللي ما خاصكمش تطيحوا فيهم، باش ما تضيعوش النقاط وباش يعني ما تضيعوش راسكم في الباك. دابا نبداو على بركه الله. فغادي ندوز للمرحله ديال انني غنوريكم كيفاش غادي تراجعوا هاد الفيزيك. بالنسبه للناس اللي غيبداو من دابا راه باقي الوقت، ولكن الا زدتو كتعطلوا راه الوقت ما غيكفيكمش، وماشي الوقت ما غيكفيكمش ولكن الضغط اللي غيكون عليكم هو اللي ما يخليكمش يعني تراجعوا ويعني وعقلكم يكابتي كلشي. فهمتوا؟ يعني الا بديتو من دابا من الاحسن. دابا دازت الدوره الاولى، غادي حنايا غادي نحاولوا اننا نراجعوا الدروس ديال الدوره الاولى وميم طون نراجعوا غادي مع الدروس ديال هاد الدوره هذه. المهم بالنسبه للدروس ديال الدوره الاولى غادي نحاولوا نبداوهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، غادي نرجعوهم بواحد الطريقه باش نضبطوهم ما يبقاوش عندنا حتى شي مشكل فيهم. فاول حاجه باش تراجع الفيزيك خاصك تدوز بزاف ديال المراحل باش انك تخرج بواحد النتيجه اللي هي يعني مزيانه. فاول مرحله غادي نقولها لكم هي اللي دائما كنقولها لكم حتى بالنسبه للاولى باك، هي قراو الكور. قراو الكور ضروري. غادي تشد مثلا داك الكور، ما تمشيش بعيد تمشي تبقى تقلب وسميتو، شد غير الكور اللي عطاك البروف ديالك، غير قراو عادي. المهم على عقلكم غادي يشوف هاد الكلمه هذه، يقدر انت ما تكابتيش في ديك اللحظه ولكن راه عقلك شافها. فهمتوا؟ غادي تدوزو غادي تقراو الكور ديالكم عادي. من بعد هذه هي المرحله الاولى اللي سهله بزاف. فاش غادي تقرا الكور ديالك غادي دوز المرحله ديال انك تفهموا. هذه هي المرحله فاش خاصك تفهموا. باش تفهموا يمكن لك تستعين بيوتيوب. غادي تحل بيسي ديالك ولا تليفون باش كتراجع. المهم ماشي يعني اي تليفون ولا بيسي غتحطو قدامك، غادي طابي مثلا لي زوند ميكانيك بروغريسيف، غادي تفرج في الكور. من بعد ما قريتي الكور ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف غتمشي تفرج داك الكور. باش تفرج في هذا الكور غنوريكم، نعطيكم واحد النصيحه اللي هي صراحه نفعتني بزاف واللي عرفتها وانا متاخره وانا كنقرا في الاسترو والاس 4، هو انك فاش تبي تفرج اول مره في الكور حاول تحيد من حداك اي ستيلو، ما تخلي حداك والو، حتى شي ورقه ما تخليها حداك، حتى انت والبيسي ولا انت والتليفون انت وداك الكور اللي كيشرح لك بحال جالس في القسم. فهمتوا؟ غادي تحل البيسي ديالك، غتكتب لي زوند ميكانيك بروغريسيف، غتختار الاستاذ اللي بغيتي. انا مثلا كنت كنخدم كنت كنخدم مع زكريا الطاووس ونور الدين فيزيك، ولكن الاغلبيه كنت كنخدم مع زكريا الطاووس صراحه. كنت كنحس به هو كيسامبليفي الكور. فهمتوا؟ باش غتفرج في الكور اول مره وانتيا ما كتكتب والو غادي توصل للمرحله ديال انك خاصك دير ان ريزومي. فاش غتبي دير هذا الريزومي هذا غتعاود تفرج في داك الفيديو وغتعاود تفرج فيه وغتعاود تكتب معاه في ديك الساعه غتبدا تكتب معاه. فهمتوا؟ يعني مثلا غادي تحل مثلا الفيديو، غادي يشرح لك مثلا البارتي الاولى، غادي تحبس لا فيديو تكتب هذيك لا بارتي وتفهمها، غادي تدوز لا بارتي الثانيه حتى غتسالي الكور ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. غنوريكم على سبيل المثال انا مثلا فاش كنت كنقرا لي ريزومي لي درت هذا ديال لي زوند ميكانيك. ها هما لي زوند هادو، لي زوند كاملين انا درت لي زوند كاملين حيت كما كنعرفوا لي زوند فيهم 3 ديال لي بارتي. عندنا لي زوند ميكانيك بروغريسيف ولي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك ولي زوند او بروباغاسيون دي زوند لومينوز. داكو؟ فانا جمعتهم كاملين هنايا. كما كتشوفوا بديت الفيزيك لي زوند عندنا ديفينيسيون ديال لوند ميكانيك، حطيت الديفينيسيون ديالها. ردوا البال لي ديفينيسيون خصكم ضروري تحفظوهم، كيتحطوا بحال هادو، كتحط عليهم مثلا نقطه ولا نص نقطه. المهم راه النقط راه مهمين في الباك ياك. دزت هنايا هادشي غتلقاوه ضروري، هادشي اللي كاتب يعني اللي كاتب زكريا الطاووس. فانا درتها في الريزومي ديال لي زوند ميكانيك. فوالا ها هما شفتوا هنايا درت هادي لا فيتيس. تقدروا ديروا واحد الطريقه اخرى اللي وليت كنديرها انا، هادشي كنت كنديرو في الباك، ولكن تقدروا تستعملوا بهذه الطريقه ديال انكم تخدموا بهذه الطريقه هذه. المهم انا بان لكم هنايا المهم كما كتشوفوا انا مثلا دابا حيت عندي دي موديول واللي هما طوال بزاف، مثلا شوفوا هذا واحد الكود درت ليه واحد الموديول درت ليه ريزومي. فهمتي؟ في الاس 2 كان عندي واحد الموديول سميتو لوبتيك جيومتريك، داكوغ، حتى هو فيه هادشي ديال لي زون تقريبا. المهم تقريبا حطيت لي شابيتر اللي عندي، درت واحد التقديم ديال الدرس لو بلان ديالو. مثلا عندي شابيتر 1 شابيتر 2 شابيتر 3 شابيتر 4 شابيتر 5 حتى شابيتر 7. هاد 7 ديال لي شابيتر قسمت يعني عرفت الكور ديالي اشنو فيه. ولكن هادشي يمكن لكم تستعملوه الا كان كيفاش غنقول لكم،
الا كان عندكم الكور طويل بزاف مثلا تقدروا تستعملوها في الالكتريسيتي، حيت عندكم ديبول ار سي وديبول ار ال وديبول ار ال سي داكو، وعندكم هذيك اوند الكترومagnétique اي مودولاسيون دومبليتود. شفتوا كيفاش كنت كندير الكور ديالي انايا؟ مثلا هذا هو الشابيتر 1 برينسيپ فوندامونتو دو لوبتيك جيومتريك، ها هو الديفينيسيون ديال لوبتيك، كل ديفينيسيون لي غولاسيون درتهم بحال هكا. ها نتوما كتشوفوا هادو كاملين، يعني هذا هو الريزومي اللي درت للموديول ديالي كامل. ها كما كتشوفوا هنايا بحال مثلا دابا بالنسبه لي غولاسيون كنت كنونكادريهم فواحد الريكتونغل بحال هكا، وكنلونهم مثلا باركور. تقدروا نتوما تستعملوها بستيلو زرق وستيلو خضر، داكشي اللي كنت دايره في هذا سميتو. وتقدروا تستعملوا بالفترات باش ديروا دي ريزومي. الا بغيتو نوريكم كيفاش ديروا دي ريزومي في اون اوتر فيديو، يعني بطريقه اللي هي يعني نشرح لكم مزيان كيفاش ديروا دي ريزومي، قولوا عليا في لي كومونتير وغادي نوري لكم كيفاش ديروا ليه. الحاله الاولى قلت لكم قراو الكور واخا ما تفهموا فيه والو، وما تمشيوش بعيد، ما تبقوش كتقلبوا بزاف، سيروا غير الكور اللي عطاكم البروف ديالكم قراوه عادي ماشي مشكل. ثاني حاجه هي انكم تخدموا سميتو، هي انكم تفهموا الكور. فاش تبغوا تفرجوا في الكور ديالكم ديروا راسكم بحال كاينين في القسم ديالكم، حط البيسي ولا حط التليفون قدامك وحيد ستيلوات، حيد الوراق، حيد محدا كلشي، خلي البيرو خاوي، نكون مكونسونطري مع الكور ديالي صافي، مع الاستاذ اللي كيشرح ليا. ثالث حاجه هي ديك الساعه تعاود تفرج في نفس لا فيديو تعاودوا ديروا ريزومي. ديك الساعات عاد تبداو ديروا لي ريزومي ديالكم باش تخرجوا بواحد النتيجه ديال انكم فاهمين الكور ودايرين ريزومي. يعني فين ما تنسى عليك اون ريلاسيون غترجع جوست لداك الريزومي اللي درتي نتايا. ديك الساعات ما تبقاوش تقلبوا على دي ريزومي دايرينهم ناس اخرين، لانه هذوك ما غينفعوكم بوالو. المهم بعد ما غندير ملخصات غادي نخدم دي زيكزارسيس. لي زيكزارسيس تقدروا تستعملوا لي سيري اللي كيعطوكم لو بروف. جو سوي سور انه لو بروف ديالكم فاش غادي يكون خدم معكم واحد لو كور مثلا ديال لي زون ميكانيك بروغريسيف، غادي يكون عطاكم اون سيري ديكزارسيس، رجع لديك لا سيري ديكزارسيس هي نفسها خدمها، وديك الساعه سير قلب على دي سيري اخرين. فاش غتعاود تقلب فاش يعني بالضبط هذيك لا سيري اللي غتكون عندك مبدئيا غادي يكون عندك يعني لا سوليوشن ديالها، يعني ما تمشيش تبقى تلف راسك وتمشي تبدا تقلب على يعني لا سوليوشن، يعني غتكون عندك لا سوليوشن. بدا خدم هادوك لي زيكزارسيس هما الاولين، من بعد ما تسالي هادوك لي زيكزارسيس اللي عندك في لا سيري سير قلب على دي سيري اخرين ديال عند ناس اخرين مثلا في الو سكول. تقدروا تستعانوا يعني بكتب اخرين اللي هما ديال بريباراسيون. وانا كنت شخصيا كنخدم بماكسي، يعني ماكسي مات، كنت عندك ماكسي ديال الفيزيك. المهم بديك السلسله ديال ماكسي غنحط لكم واحد لا فوتو ديالو هنايا، راه خرج واقيلا واحد جديد حيت انا ما كنتش شفتو، كنت كنخدم انا بدوك الصغار. حتى نحط لكم حتى هما لي فوتو ديالهم هنايا. راه غادي تلقاو واحد ماكسي اللي جامع كلشي ديال البريباراسيون، جامع لونغلي، جامع الفيزيك، جامع المات والاس في تي. صراحه انا هاد ماكسي كنت خدمت بالكتاب ديالهم ديال البريباراسيون ديال المات وديال الاس في تي، صراحه واعرين بزاف. كيمشيو معك، يعني كيعطيوك الكور، كيعطيوك الشرح ديال الكور، من بعد كيدوزوك لدي زيكزارسيس اللي هما شويه وغادي وكتزيد مع دوك لي زيكزارسيس وكتلقى لا سوليوشن ديالهم. من بعد ما كدوز هذوك لي زيكزارسيس كيعطوك مثلا يعني كيجيبوا لك دي زيكزارسيس من وطنيات، يعني من وطنيات هكا، وكيحطوهم لك مثلا عندك لي زوند كيحط لك دي زيكزاما، يعني دي زيكزارسيس مثلا من وطني في لي زوند، يعني خاصين بلي زوند. يعني كتحس براسك انك بلا ما تمشي تقلب في بلايص اخرين كتلقاه منظم. هو سيروا تسولوا على هاد ماكسي راه واعرين بزاف، قلبوا عليهم وشوفوهم وراه غادي يعني غتلاحظوا هادشي اللي قلت لكم. خصوصا انا صراحه عجبني في الاس في تي وعجبني في المات. قلت لكم غتبداو تخدموا بالتمارين، غتمشوا معاهم تدريجيا، غتبداو بالتمارين ساهلين بلي سيري ديالك اللي عندك عاد قلب لي سيري اخرين، ومن بعد بدا قلب على هاد الوطنيات. ولكن نصيحه من عندي انكم حاولوا ما امكن. فاش اليوم مثلا اليوم غادي دير انك غادي تراجع فيزيك، مثلا نهار السبت عندك عشيه خاويه وغتراجع فيزيك، من الاحسن انك تخدم مثلا لا بارتي ديال لي زوند كامله. كيفاش؟ مثلا عندك اول درس هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف، من بعد تبعها حيت انا كتبتهم هنايا لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، من بعد بروباغاسيون دي زوند لومينوز. حاول الثلاثه ديال الدروس كاملين حاول حيدهم كاملين. علاش؟ غادي تجي تخدم دي زيكزامان، يعني دي زيكزارسيس من وطنيات، غادي تلقى راسك انك محيد عليك لي زوند. فاش غادي تخدم يعني دي زيكزارسيس من الوطنيات غادي تلقى راسك انك كتخدم لي زوند، يعني كتخدم تمارين ديال لي زوند كامل، يعني كتخدم شي حاجه، ماشي بحال الا مشيتي مثلا غير مع البارتي الاولى عاد البارتي يعني البارتي الثانيه ديال لي زوند عاد البارتي الثالثه. فاش بغيت تمشي تقلب غتمشي تقلب يعني تخدم وطنيات، غتلقى راسك انك ما كيفاش غنقول لكم ما
يعني خاصك غاد تلقى راسك ما كتعرفش تجاوب على دوك لي زيكزارسيس. علاش؟ لانه باقي خاصك لا بارتي الثانيه ديال لي زوند ولا بارتي الثالثه. لذلك من الافضل فاش تجلس اليوم تبي تراجع الفيزيك غادي دير مثلا غنراجع لي زوند، غادي تحيد عليك لي زوند كاملين. هاد الطريقه غتنفعكم، غتختصر عليكم الوقت، وغادي تسربيو يعني غادي تكونوا كتسربيو، وغتلقاو راسكم انكم كتخدموا يعني وطنيات ديال بصح. فهمتوا؟ دي زيكزارسيس من وطنيات ديال بصح. فهمتوا؟ المهم هذه نصيحه من عندي، الا كنتو كتقدروا ديروها ديروها من الافضل، راه مزيانه مزيانه بزاف. المهم من بعد ما نخدم وطنيات ديك الساعات غادي نوصل لمرحله ديال اننا غادي نبداو فاش غادي نساليو هذا الشيء. غنتبعوا هاد المراحل اللي قلت لكم تبعوهم في شي الدروس اللي غادي يكونوا عندكم، وبداو خدموا وطنيات. الوطنيات الطريقه باش غتخدموهم هو انك مثلا عندك 2 زور في الوطني، مثلا عندك ساعتين باش غتخدم عندك في الفيزيك في الوطني ديال الفيزيك. ياك النصيحه ديالي هو انك تحط فاش تجيب مثلا فاش غتسالي كلشي داكشي، وفاش غتسالي لي كور ديالك كاملين ان شاء الله وغتفهمهم وغتخدم دي زيكزارسيس، غادي تجيب وطنيات. غتجيب وطنيات ديالك مثلا هذا الوطني ديال 2000 ديال داك العام اللي فات مثلا خدموه في ساعتين مثلا. يا غادي تحط كرونو، ياك غادي تحط الوقت ديالك وغادي تقول انا في ساعتين غنخدم هاد ليكزامان. الا ما كملتيش في ساعتين ما كيهمش، المهم هو انك ما تفوتش هذيك ساعتين، هو انك يعني الوقت ديالك تحط الوقت صافي. المره الاولى غادي تحس براسك ما غاديش تجاوب مزيان في داك الفرض، يا غادي تعاود نفس داك الفرض وغتحاول غادي تعاود تحط نفس الوقت. يا واخا انت تكون عارف الاجوبه وعرفتي صحيحتي، ولكن عاودوا 2 مرات 3 المرات حتى غتلقى راسك انك وليتي كتساليه قبل في الوقت قبل الوقت. يا واخا انت عارف يعني لا سوليوشن، ولكن عاود خدمه. هذه الطريقه هذه كانت نفعتني في التاسعه، كنت درتها في المات ديال التاسعه. كنت اش غنقول لكم، كنت ليكزامان كيتعطاني ديال التاسعه في المات، كنت كندير مثلا غنخدمو في ساعه ونص مثلا باغ اكزومبل. كنت كنخدم في ساعه ونص في المره الاولى اول امتحان ما قدرتش نكمل، ما كملتوش كاع وما جاوبتش مزيان. مشيت شفت لا سوليوشن وشفت لا سوليوشن وصححته وفهمته وعاود خدمته المره الثانيه. واخا شفت لا سوليوشن كنت تحت في الديفولت ولكن خدمته في ساعه وشي حاجه. عاود شفت لا سوليوشن عاوتاني عاوتاني خدمته حتى وليت فاش مشيت دزت ليكزامان الثاني لقيت راسي بحال قلتو كنحترم الوقت وكنجاوب على اغلبيه ديال الاسئله. يعني تقريبا حتى وصلت للمرحله ديال انني وجاوبت على كل شيء، لدرجه انه في التاسعه كنت جبت 19 واقيلا في المات، ولا واقيلا 19.75 اللي جبت في المات. وهذه هي لا ميثود اللي تبعتو غتنفعكم بزاف. المهم هاد لا ميثود هي اللي تتبعوا باش انكم تخدموا الفيزيك صراحه. وعن تجربه وماشي كنضحك عليكم ولا شي حاجه، راه كنقول لكم هذاك الشيء اللي كاين، الا بديتو من دابا وتبعتوا هادشي اللي قلت لكم راه غادي تقدروا تراجعوا مزيان وغادي تجيبوا دي بون نوت انا جو سوي سور. وحاولوا ما تاخذوش ديك الفكره الخايبه على الباك، لانه صعيب. هو بصح الباك كيحل لك بزاف ديال البيبان يعني باش انك تحقق احلام، باش انك دير شحال من حاجه، ولكن بعض المرات فاش كتعطي الحاجه اكثر من قيمتها وكتستريسا بزاف وسميتو ما كتلقاش نتيجه، يعني ما غاديش تلقى حتى شي نتيجه. لذلك يستحسن انكم ما تصايبوش يعني ما تضيعوش راسكم وما تعطيوش اكثر من قيمته. خدموا عادي بحال غدوزوا واحد ليكزامان يعني بحال الاستاذ يقول لك السمانه الجايه عندك فاز وغادي تراجع ليه مثلا 2 دروس 3 بحال هكاك. حاولوا تاخذوا هذيك الفكره وما تعطوش اكثر من قيمته، وراجعوا ديروا اللي عليكم وربي راه غادي يكمل. يعني الكمال عند الله سبحانه وتعالى، راه الا خدمتوا راه ربي غادي يسهل عليكم، وكونوا على يقين انكم غتجيبوا يعني نقاط مزيانه. وان شاء الله اللي كيتمنى انه يدير شي حاجه، يعني باغي يكون طبيب ولا باغي يولي مهندس ولا باغي مثلا عنده واحد ليكول باغي يدخل ليها، يا ربي تيسر لكم كاملين ويا ربي تنجحكم كاملين. المهم كنتمنى هاد لا فيديو ما تجيش طويله. المهم راه حاولت ما امكن نعطيكم الحوايج اللي غينفعوكم بزاف والحوايج اللي كنت كنتمنى انا يقولهم لي شي واحد. المهم هادشي كامل يعني ما عرفتو. هادشي اللي قلت لكم دابا ما عرفتو حتى فات الفوت وشدينا لا نوت ديال الباك وبديت كنقرا في لافاك، ومن بعد ما درت هاد لوبسيون ديال الفيزيك عاد فهمت بزاف ديال الحوايج. وصراحه فاش كتولي يعني من بعد من الباك من مورا الباك فاش كتبدا تقرا بوحدك كتولي تعتمد على نفسك بزاف وكتولي تفهم بزاف ديال الحوايج. هذا هو المشكل ديالنا، هو اننا حنا قبل الباك كنكونوا معتمدين على لي بروف ديالنا، ما كنكونوش معولين على راسنا. ولكن مورا الباك كتولي كتعتمد على نفسك. فاش كتولي كتعتمد على نفسك كتفهم بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء اللي انا فهمته اللي استفدته بزاف صراحه.
وكنتمنى حتى نتوما ينفعكم وبارطاجيو لا فيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس ويستافدوا بزاف ديال الناس. وإلا مازال ما كنتوش مشتركين في القناه كنتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وديروا لايك لا فيديو. ولا بغيتو نوريكم كيفاش ديروا دي ريزومي ما عليكم الا تكتبوا لي في لي كومونتير انكم بغيتوا هاد لا فيديو، ان شاء الله هي اللي غتكون لا فيديو الجايه. وغادي نجيو بدي فيديو اخرين مثلا بحال كيفاش تخدموا المات، كيفاش تخدموا الاس في تي، كيفاش تخدموا الفلسفه كيفاش تخدموا هذاك لونجلي. المهم هادو كاملين والفلسفه حتى هي كيفاش تخدموها. ان شاء الله كلشي هادشي غنبارطاجيه معكم. ما عليكم الا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا جميع الفيديوهات. ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.